السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين آمين يا رب العالمين. مرحبا بكم في قناة وصفات سيدة جزائرية. أرحب بجميع المشتركين، نرحب بالمشتركين القدماء وكذلك المشتركين الجدد، نقول لهم أهلا وسهلا بكم دائما وأبدا في قناتي المتواضعة. اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم وصفة مسكوتشو ولا كيكة حضرتها في المول الأسطوري. حضرتها لقهوة العصر. الحلوى هذه ولا الكيكة هذه سهلة في التحضير، وكذلك المكونات صح موجودة في كل بيت، تقدري تحضريها كحلوى يومية. بسم الله. هنا جبت الإناء تاعي، ضفت فيه البيضات، ضفت فيه مغرف قهوة أفاني، ضفت فيه كذلك رشة ملح، ضفت فيه كاس قريب غير ربع سكر. واللي ما تحبش الحلوى بزاف تضيف نصف كاس سكر أو تحت النصف. أنا هنا خدمت بالباتور، واللي تحب تخدم بالفوي لها الاختيار. المسكوتشو هذه ولا الكيكة هذه تقدري تحضري تخدميها بالباتور ولا بالفوي. أكيد راح في كل الأحوال راح تخرج لك كيكة أو مسكوتشو ناجحة 100%. هنا ضفت الزيت، الكاس اللي كيس به السكر كيس به الزيت. السعة تاع الكاس 220 مليلتر. نخدم مليح، نطلع نقولوا الخليط تاعي مليح. على ذكر المول الأسطوري، أنا تعمدت نخدم في المول الأسطوري، يعني خدمت على قدر أفراد العائلة تاعي. هنا نخدم مليح، نضيف الزيت بالتدريج، ما نضيفوش على دفعة واحدة. هنا ضفت مغرف صغيرة من بودرة مبشور البرتقال، واللي تحب تضيف مبشور الليمون لها الاختيار، نكي باللي حبيتي ولا عطري باللي حبيتي. نبدأ درك نضيف الحليب، ضفت كاس غير ربع حليب، نفس الكيلة اللي كيلت بها الزيت وكيلت بها السكر. نخدم مليح الخليط حتى يرجع لي الخليط تاعي على شكل رغوي مائل الى البياض. دوك هنا نبدا نضيف الفرينه تاعي. ضفت الكاس الاول تاع الفرينه من الاحسن تغربلوها. نضيف كيس من خميره الحلويات. نخدم بسباتيل، نخدم مليح ما نعجنش. ندخل برك الخليط الفرينه تاعي في السوائل مليح. هنا نضيف نصف الكأس الأخير تاع الفرينة، دات لي كاس ونص فرينة. قبل ما نبدا نخدم في المسكوتشو تاعي ولا الكيكه تاعي، اكيد شعلت الكوشه تاعي خليتها تسخن. اخدمي مليح حتى تختفي الكسل تاع الفرينه تماما من نقولوا السوائل، يعني يرجع لك الخليط تاعك على شكل يعني ملس، ما فيش الكسل تاع الفرينه. بعد ما دهنت المول تاعي بالزبده ورشيت له شويه فرينه، هنا نفرغ الخليط تاعي
ونعدلو مليح باش ما تجينيش جهة هابطة وجهة طالعة. وندي نحطو طيب نطيبها على الجهة التحتانية كي نلقاها حمرت على الجوانب نشعلها على الجهة الفوقانية ونخرجها. للأسف تحدث اللقطة كي خرجت المسكوتشو تاعي وكذلك كي زينتها. وهذا هو الشكل الأخير. نتمنى تكون الوصفة نالت إعجابكم شهيتكم في الجنة. نخليكم إن شاء الله ونتلاقى معكم في فرصة أخرى وصفة أخرى من وصفات سيدة جزائرية. جات ما شاء الله خفيفة هشيشة، يعني جات وصفة ناجحة 100%. التزيين زيني باللي عندك، التزيين يبقى دائما اختياري. مع السلامة وإلى الملتقى إن شاء الله.